امرأة مغربية عبقرية ومحترفة في جميع المجالات، وتفوقت على 4 رجال وعملت معهم تعدد. عمركم شفتوا امرأة كتزوج ب3 الرجال والرابع في الطريق؟ سميتها هيام، كتسكن في مدينة سلا حذاري. هذه قبل 24 سنة مشات للسعودية وجلست في السعودية 3 شهور، ورجعت من السعودية للمغرب، ولات كترسل البنات باش يخدموا في الدعارة في السعودية. وصلت بها الدرجة أنها صيفطت أختها الصغيرة للسعودية باش تخدم، لكن أختها ملي مشات للسعودية تصدمات ولقات الدعارة فقط، والأخت سبحان الله العظيم ما كتشبهش لهذيك أختها الأخرى، ورجعت للمغرب بحالتها. من بعد هاد المرأة هذه تزوجت بالإماراتي ولدات معاه بنت، وهاد المرأة هذه ديما كتصيد الضحايا ديالها، كتقول لهم أني خدامة في القصر الملكي وخدامة في المخابرات المغربية. في سنة 2017 تعرفت على رجل من شمال المغرب سميتو سلام، رجل يعني لاباس عليه وكيخدم في التجارة، وتزوجت به بعقد مزور وبالتهديد: يا تزوجني يا تدخل الحبس، حيت انا خدامه في القصر الملكي. مع العلم ان الزوج الاول سلام نصبت عليه بشي 70 مليون مغربيه. وفي 2018 تعرفت على الرجل سميتو ادريس، وهو مهاجر متقاعد من المانيا وعنده مشاريع في المغرب، ونصبت عليه ب 600 مليون مغربيه. يعني ملي تزوجات بهاد الجوج هادو، راه كاين الاماراتي كيعيش في الرباط. ما نعرفش انا كيفاش كانت كتنسق بيناتهم، لكن كما قلت لكم سابقا عبقريه ومحترفه في السحر والشعوذه والنصب والاحتيال. ومن الفلوس اللي دارت ولات لاباس عليها من الفلوس ديال الحرام، ولات كتسيطر على خوتها والاب ديالها والام ديالها، ما عدا واحد الاخت ديالها هي اللي كشفت الاسرار ديالها. الغريب في الامر لما كانت كتزوج بهاد الناس هادو وكتجيبهم للدار، كتجيب 2 عدول مزورين وسط الاهل ديالها. والان الزوج ديالها الاول والثاني والثالث رافعين عليها دعوه في المحكمه